سأتحدث عن تاريخ ونسل وأصول لمن يجهلنا. سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن علان بن مضر بن نزار بن معاد بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، هذا نسلنا. قال عبد الله بن أحمد الأسدي: ليبيا شعبا وليس قبيلا، فلتعلموا قدرنا. فيهم الأبطال الأنجاد والخيل الجياد وقول الحمداني، وازداد علونا. وتجادل النعمان وكسرى في استصغار العرب، فقد حان وقتها دورنا. وأرسل له عمرو بن شريد وكان قائدنا، ليعلمه طلاقتنا في الحديث وشرف نسبنا. قال ابن خلدون: بطن متسع أوسع من ابن مضر. نحن شعبا وليس قبيلا، نعرف جيدا أصولنا. ومنا الصحابي عباس بن مرداس حرم الخمر في الجاهلية قبل إسلامنا. ومنا الخنساء بكاءة بني سليم، من عاشرنا ارتدى زينا وأكل طعامنا واتبع عاداتنا وتقاليدنا. ومنا العواتك جدات الرسول ثلاث، فجهلك ليس عيبنا. ثم يقال بنظرة دونية ويتشدقون بكلمات صبيانية: ليبيا وأهلها وأولادها يدمرون بلادهم دون أن ينظروا إلى خارج نطاقها. ثم يقولون: ليبيا ليست بقعة إلا النفط وشعبها جاهل، وسيارة فارهة وأموال لا حصر لها، ولا يفقهون في القول شيئا. أنا ابن ليبيا وأنا ابن ليبيا، وهم من الحرام للنار حطبا. حتى أن الخيانة تملأ قلوبكم ولا يتقبلكم أحدا. لا يفعلون شيئا سوى النساء والمخدرات. تبا لم نجد منكم جدوى. وكلامي هذا ليس للغرباء فقط، إنما للداخل من ينهبون أصولنا وأرضنا. تسرقون وتنهبون وعادة علينا عبثا. لحظة صمت. لسان بشير الآن يتحدث، ولدي بدل الرد 1000 بإيجاز عن تاريخ تخطى 1000 عام أو أكثر. نحن رجال لدينا في ماضينا ما نفخر به، وحاضرنا أيضا مشرف. في كل منا خطأ لا تتغاضى عنه، لكننا لدينا تاريخ لا يحرف. وإن جئت لقواعد الحرب فأفريقيا لنا ليس حديثا وحسب، بل بدماء شهدائنا، وأخذناها بحق السيف ونشرنا فيها إسلامنا. وابحث عن بني سليم، ستجد أننا ب3000 مقاتل فقط أرهبنا قارة كاملة وبسطنا فيها نفوذنا. وفي غزوة حنين قيل إن ابن العواتك من بني سليم، وفي سليم شرف كبير، وهذا قول خير خلق الله رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأما عن تاريخنا الحديث فعمر المختار يكفيك جدلا، شيخ الشهداء الذي نفتخر به وهو جدنا. والفخر الحقيقي يكمن فأن كل العرب والعالم يعرف عمر المختار جيدا ويفتخر به، ويعرف أنه جدنا، والذي قال على لسانه: نحن شعب لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وعليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، وفوق هذا بعون الله انتصرنا. وأما عن دعمنا وتوحيدنا للعرب فهذا هدفنا. وسالم الهرش أفسد خطة فصل سيناء عن مصر، حتى القردة والخنازير أذقناهم من غضبنا. ودعني أقول لك أن كل عصر هو عصرنا، ونحن رجال نتعامل بأخلاقنا. يا عزيزي، نحن شرف لقارة وليس لبلاد، ولدينا أكثر من الأفعال ليس مجرد كلام. نحن فقط نظهر في زمن الرجال ولا نظهر بجانب الرويبضة. ووجب عليكم التحدث باعتدال ولا انتقاص لقدرنا. ولم يثبت التاريخ بعد أن منا جاسوسا واحدا، ونحن رجال لا نقبل الضيم، ونفد صبرنا. ويأتي من اسمه ثلاثي ويشوه تاريخنا. فلذلك تأدب ثم تحدث، تعلم ثم تكلم، تحرى ثم تشدق. فيقطع لسان من يتجرأ. وصوت بشير الآن هنا، معنا شعب في ظهرنا ولم يصبنا الوهن. يبقى عمر المختار هو قائدنا وفداؤنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحدود أرضنا، والحروب ما زالت أوطاننا، ولم يخلق بعد من يكسر عيننا. نحن شعب مغلق لا نحب الاختلاط، فلا تتدخلوا فيما لا يعنيكم، ودعوا الشعب بنفسه. ضربت فأوجعت، وهذا ما عندنا، وبتاريخ موثق وليس كلام في الهواء. لديك الرد إذا أردت، ولكن اصعد حتى أراك. وهذا يا عزيزي رد بسيط للناس اللي قاعدة تقلل من قيمة ليبيا وناسها، وقاعدين يقولوا إن ليبيا جهلة وبدو مش عارف شنو. هذا مجرد تاريخ بسيط ذكرته لكم بس. فلذلك يا جماعتي خلوا كل مشاكلنا تكون داخلية، ومش محتاجين ولا لأي شأن خارجي غربي أو أيا كان عربيا يتدخل في شؤوننا. وفكركم كفاية. السلام عليكم.